السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي اما اقولك ازاي من كيلو دقيق عملت 16 رغيف حواوشي، وكمان عملت بيهم احلى عزومة في رمضان. بس قبل ما نبدأ الطريقة اضغطي لايك واشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدأ الطريقة بتاعتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا معايا طبق كبير نزلت فيه بكيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة من الملح، وضفت كمان معلقة سكر. والسكر ضروري جدا في عجينة الحواوشي عشان بيخلي لون العجينة أبيض جدا وفاتح وكمان طرية جدا. ونزلت عليهم بكوبايتين من المية الدافية. ممكن تزودي كمية المية حسب ما العجينة تلم معاكي لأنها بتختلف في نوع الدقيق. هنا خلاص العجينة بقت متماسكة معايا وما بتلزقش في ايدي. طبعا هسيبها شوية زي 10 دقايق كده ترتاح. هنا جبت بولة كبيرة هحضر فيها حشو الحواوشي بتاعي. نزلت فيها ب3 بصلات مفرومين، معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة كزبرة ناشفة وتوم مفروم. هنزل عليهم بمعلقة من الملح، وهضيف معلقة مهمة جدا وهي معلقة الدقيق. والدقيق ده اللي بيمتص اي مية موجودة في الخلطة بتاعتي او في البصل بتاعي. هنا نزلت طبعا بفلفل مفروم وبقدونس. طبعا الخضرة بتاعت الحواوشي هي بقدونس بس، عايزة تضيفيها او تستغني عنها دي براحتك. هنا انا نزلت بكيلو الا ربع من اللحم المفروم، ممكن تخليها نص كيلو او كيلو برضو حسب اختيارك. هنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر والنشا، ودول مهمين جدا. البيكنج باودر بيخلي اللحمة ما تكشش معايا، النشا بتخليها متماسكة. كده خلصت هسيبها في التلاجة. هنا كده خلاص العجينة بتاعتي ارتاحت 10 دقايق. هبتدي اقسمها كور متساوية، عملوا معايا 16 قطعة. هغطيهم واسيبهم عشان يخمروا كويس. كده خلاص العجينة خمرت معايا. انا هعمل معاكم كده رغيف قدامكم. بصوا كده بجيب قطعة بقى، طبعا انا عن نفسي بحب اخلي العجينة رقيقة جدا زي اللي بتتباع في المحلات. انت بتجيبي الرغيف كده بتحسي اللي هو كده خلاص هيتقطع منك. بصراحة انا بحب العجينة رقيقة جدا عشان لسه كمان بتخمر في الفرن، فما تبقاش كمية العجينة او العيش فيها اكبر من كمية الحشو. طبعا انا هنا بقى خلاص كده بقفل في الرغيف. طبعا نقفلها كويس عشان ما تتفتحش مننا. ونستخدم الزيت في الاخر على الوش، ما نستخدموش اثناء ما احنا بنقفل عشان الزيت هيخلي معانا العجينة تفتح في الفرن. طبعا يا بنات انا هنا هستخدم حبة البركة والسمسم من فوق. مش عايزة اقول لكم بيدي طعم رهيب وريحة تحفة وشكل جميل كمان. يعني المحلات كلها عندنا في اسكندرية بتعملها بالطريقة دي. ده الحواوشي الاسكندراني يا بنات. بصوا كده انا كده خلاص بقى كده فنشت. بصوا بقى انتوا يعني لو تلاحظوا كده انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارقق. نزلت هنا كده بحبة البركة والسمسم بتاعي. هنا بقى قلت اعمل معاكم كده شكل تاني من الحواوشي، اللي هو النص رغيف او الهلاز زي ما بيسموه الاطفال يعني. بصوا كده انا بفرد الرغيف عادي جدا. طبعا هحط كمية اقل شوية من اللحمة او من الخلطة بتاعتي، هفردها بالشكل ده. وبعد كده هقسم الرغيف وهقفله عادي جدا. وبرده مش هنضيف الزيت دلوقتي اثناء التقفيل. بصوا يا بنات يعني هي بتبقى كده عايزه اقول لكم لو انا بقى ما فردتهاش بايدي كده العجينه هتبقى تخينه جدا، فانا بحبها رقيقه زي ما قلت لكم. ضفت هنا حبه البركه والسمسم، هحطها في فرن مشغلاه قبليها بربع ساعه. بصوا يا بنات طبعا انا ولعت الشوايه من فوق. بصوا الجمال، مش عايزه اقول لكم العجينه طريه قد ايه والريحه روعه. طبعا عملت 16 رغيف من الحواوشي. اهو ده الرغيف اللي عملناه مع بعض. بصوا رقيق ازاي زي ما قلت لكم. بصوا العجينه متماسكه ازاي معايا زي اللي بتتباع في المحلات بالظبط. جربوه وادعوا لي وبألف هنا وشفا على قلبكم.